كيف الحال؟ الحمد لله. قرار كان جدا صعب، جدا صعب فوق ما تتخيلوا، خصوصا في مجال شغلي وفي مجال حياتي وإلى آخره. الحمد لله. صار لي ستراجل فترة وأنا أتقلب وأشوف وإيش وبدي أقدم الحجاب وبدي ما أقدم وبدي وكيف أسوي وكيف شغلي وكيف. اتخذت قرار أمس، يعني خلاص قلت خلاص. كلمت المكتب وقلت لهم ابدأوا امسحوا كل الصور، اللي تعرفوا ما نقدر نمسح الصور كلها في وقت واحد لأنه تقفل الحسابات، وأكيد أنا يعني شغلي ما أقدر أقفل الحسابات. قلت لهم ابدأوا امسحوا الصور، والله يعني سامحنا على كل اللي راح، يا رب يا رب يا كريم. المهم، وأنا قعدت سهرت في الليل على التيك توك كله مسحت الصور وإن شاء الله حستمر يعني في شغلي أكيد، بس أكيد ما حصور. وأتمنى طبعا من الناس كلها اللي أكيد حتفرح لي، واللي أكيد إنها حتكون سعيدة لي، واللي أكيد تحترم رغبتي إنه أنا ما أتصور. تبغوا تصوروني لكم خاص أوكي، بس إنه تطلعوه في السوشيال ميديا أكيد لا. والحمد لله يا رب على كل حال، ألف حمد وشكر، والله يثبتنا. وأول وحدة كلمتها بنتي في السيارة، ما أبغى أبكي. أول وحدة كلمتها ماما I'm so happy for you، مرة ما شاء الله، بالعربي طبعا، بالعربي بالإنجليزي ما شاء الله مدري إيش. قعدنا نتكلم وكذا وبكي ودموع ودموع ودموع. وبس والله كنت ما تتخيلوا، صحيت اليوم أحس نفسي شيء جديد. مو شيء جديد، والحمد لله الواحد مسلم والحمد لله يخاف ربه، بس يعني كان شيء ناقص، كان في شيء ناقص. والحمد لله never too late. الحمد لله يا رب. الله يكتب لكم الحجاب، والله يهدينا ويهدي الجميع.